السلام عليكم. من غير كلام كتير، انا حسين ودي قناه سحس تيوب اللي انت بتشوفني من عليها وانت مش مشترك. ولو مشترك تبقى انت عيل جامد، ماشي؟ راجل جامد يا عم، ما تزعلش. فخلينا نخش في الموضوع على طول ونشوف ليه اخترعوا الفلوس. لو انت ما تعرفش وانا مش عارف ازاي انت ما تعرفش، زمان ما كانش فيه فلوس. زمان كان فيه حاجه كده اسمها نظام المقايضه، اللي هو انت مثلا واحد عندك فراخ بتبيض، فانت عايز رز، فتروح بقى عند واحد عنده مزرعة رز. مزرعة رز، صح؟ ما علينا. بتروح بقى عند الواحد اللي عنده مزرعة رز ده، تقول له خد بيضتين وكوباية رز مثلا. عارف هما كانوا بيتعاملوا ازاي؟ فايه اللي حصل؟ ما كان ممكن يكملوا بنظام المقايضة ده وخلاص، بس اكتشفوا ان عشان الواحد يهدي التاني بحاجة، الكلام ده بياخد مواصلات، والكلام ده مش هينفع دلوقتي. مش من قلة المواصلات ولا بوظان الطرق ولا اي حاجة من الكلام ده، عشان يسهلوا الحركة وكده. يعني مثلا تخيل ان انا محتاج اجيب كمبيوتر احسن من اللي معايا. لا، هو ما تتخيلش، هو انا فعلا محتاج اجيب كمبيوتر احسن من اللي معايا. بس في السيناريو، تخيل ماشي، تخيل معايا السيناريو ده. الكمبيوتر اللي عندي دلوقتي او الكيسه، يعني لو لسه ما شفتهاش هتلاقي في الاي اللي هنا او اللي هنا. انا كنت عامل فيديو سيت اب عنها، ويعني ماشيه ايه كده، ماشيه بالزق. فالكيسه الجديده دي عايزها بقى فيها جي تي اكس 1660 سوبر واي 5 جيل تاسع، اللي هو حاجه تمشيني بالعافيه مستريح على الحروكروك، يعني بالظبط اكني لابس صندل، ولا مني لابس شبشب ولا مني لابس كوتش. كيبورد بقى ريدراجون كي 550، ماوس لوجيتيك 305 او 102، الحاجات اللي الناس بتبدأ بيها. فكك من اللي عندي ده، يعني ده كويس انه شغال معايا، ويا رب يا رب ما يحصل له حاجة غير ما اجيب حاجة احسن. بليز هيلب مي، اوكي؟ اند اي ويل تو ايه اللي هو I want to you I want you to sponsor by me، اللي هو sponsor to you. الانجليزي بلعب بالعجوه. فالحاجات دي كويسه ورخيصه ومفيش احسن منها بالنسبه لي، بالنسبه للفلوس برضو. يعني قبل ما يبقى بالنسبه لي، اللي هو ده من الاخر يعني، او كيسة احلامي في الفتره الحاليه، اللي هو هيكلف 25 بالكتير قوي، 25,000 بالكتير قوي قوي. ماشي. فيعني يا ريت لو شركة شافت الفيديو ده بالغلط، لو بعتت لي الحاجات دي افضل اشكر فيها من هنا لحد اخر السنه. ده لو شفته بالغلط. ما علينا، يعني هم 25,000 جنيه. لو شركه كده ولا كده بعتتهم، يعني محدش هياخد باله اصلا من الشركه كلها. ده مش موضوعنا اصلا، اوكي؟ فما علينا، عشان نكمل في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. اعتبرني فلاح زارع موز، عنده ارض بقى وزارع موز. وهتقول لي موز ليه؟ اقول لك بص، هو اكتر حاجه بحبها في الفاكهه، وتنفع عصير موز، وتنفع موز بس، وتنفع موز بالشوفان، وتنفع موز اللي هو بص كده يعني، اوكي؟ فاروح للناس اللي المفروض اشتري منهم التجميع دي، زي مثلا عرب هاردوير، اللي هم بص انا ما اعرفش غيرهم، فانا يعني ما بلبسكوش والله. ده لو شفتوا الفيديو بالغلط اصلا يعني برضه. والدليل على ان انا بحب الناس دي ان انا كنت موجود ايام ما كان احمد عزيز موجود لسه عليها. شفت الدبانة اللي لسه معدية دي؟ أم الدبانة اللي عمالة تعدي دي، هش بقى، خلاص خلاص. والدليل إن أنا بحب الناس دي إن أنا كنت موجود من أيام ما كان أحمد عزيز لسه بيعمل على هارفارد وير، ما راحش أرتك. و أيام مصطفى الفقي ساعة ما حرق البوردة في اللايف، اجري يا محمد وكنت حسين. موجود في اللايف ده. وخد يا حسين ولا أحمد حسين، ساعة ما طفى البتاع وكده. ده حتى في أول يوم افتتاح للستور كنت بجرب أعمل أوردر لتجميع ب5000 كده. كانت يعني أنا طلبت بالغلط أصلا، بس ما علينا. كده كده لما أجمع ال20,000 دول أبقى أجي أطلب يعني وكده. ويا ريت لو تبعتوها لي وأنا أبقى أديكوا ال20,000 دول أي حاجة، أو أبقى أعمل لكم بيهم إعلانات على كده. لا لا لا، إيه؟ مش كده، لا. نكمل كلام. فاعتبروني استنيت محصول الموز قبل ما يتعمل زرع أو يتحصد، يطرح. والحاجات دي تمنها 20,000 جنيه زي ما قلنا، ماشي. رحت أنا جايب بقى عربية ومعبيها. لو قلنا إن كيلو الموز ب17 ونص مثلا، قول 17، ف20,000 على 17 ونص، مش عارف إيه. هو مين اللي هيزرع أرض فيها 1100 كيلو موز؟ أنا هقعد آكل الموز ده جنب الأرض بقى وأريح نفسي وخلاص، ولا تجميع ولا بتاع. يا الله، ماشي. هي كده كده فكرة خيالية، فخلينا نكمل. ماشي، خلاص عملنا الحسبة وعبينا الموز. هطلع بقى على 6 أكتوبر عدل من موقعي هذا لحد عندهم 55 كيلو متر بموكب موز، متروس موز. ماشي على هناك عدل. فأروح أعمل بقى المقايضة دي وأسلمهم ال1000 وشوية كيلو موز دول، ويسلموني الكيسة بالكيبورد بالماوس. إيه ده؟ الحاجة غليت؟ ما بقاش فيه الكلام ده، الكيسة بس ب20.
طب يا عم خلي عندك الموز ده، واجيب لك بقية الموز جاي في السكة. فاروح باعت له بقى كمان 500 كيلو عقبال ما اخد بقى الكيبورد والماوس والشاشة. يبقى يا دوبك الناس بتوع عرب هاردوير دلوقتي معاهم 2000 أو 1500 كيلو موز. هيعملوا بيهم إيه يا ترى؟ هيدوهم للناس الموظفين يروحوا بيهم يقبضوا موز؟ أكيد ما ينفعش. اللي هو يعني بص، أنت لو وقفت على شعر رجلك هتعمل بيه كل ده؟ هيبوظ. ده لو ما كانش باص في الطريق. بس ما علينا، هي فكرة خيالية فهنكمل إنه مباصش. والكلام ده زي ما أنت شفت كده مش هينفع خالص خالص خالص. طب ما تيجي نشوف زمان كانوا بيعملوا إيه بالمقايضة دي بقى، طالما هي ما نفعتش معانا دلوقتي. أكيد يعني ما كانوش بيوزعوا بالعبط ده، صح؟ زمان بقى يا برنس ما كانش فيه أجهزة كمبيوتر عشان تتقايض، ولا حتى في شاشات سي ار تي اللي هي كرش دي، ولا حتى في اختراع اسمه الراديو. تقريبا انا ما اعرفش الكلام ده كان امتى. بس يعني عشان انا ما بحسش كويس، معتمد على الكلام بتاع المدرسة بتاع زمان ده. كانوا بيقولوا لنا ان هم بيقايضوا موز بلبن ببيض بتفاح بخيار كده، يعني اللي هو يعني محدش كان بيروح يشتري هدوم بالمقايضة، فاهم؟ فالحاجات دي تقريبا كانت بنفس السعر. يعني مثلا كيلو السكر بكام دلوقتي؟ ما اعرفش. وكنا لسه قايلين فوق ان الموز ب17 ونص. يعني خد كيلو موز وهات كيلو سكر، خد كده، فاهم؟ فاصلا تقريبا يعني ما كانش في حاجه اسمها 100 جنيه. 100 جنيه دي تشتري فيلا وارض في الزمالك وحاجات كده، يعني فاهم؟ الحاجات بتاعت زمان دي، ده تقريبا انا ما اعرفش. فهم وقتها ما كانوش محتاجين الفلوس دي في حاجه. ما هم بيقايضوا اللي هم عايزينه ومحدش كان ناقصه حاجه. فليه بقى يتعبوا نفسهم ويخترعوا ورق يدي الحاجه قيمه؟ ولا الحاجه اللي كانت بتدي الورق قيمه؟ سؤال منطقي، صح؟ اتفرج على الجزء التاني بقى واستنى لما ينزل، واعمل سبسكرايب ولايك وشير وسبسكرايب ولايك وشير، واكتب له وفعل الجرس ومش عارف ايه. ولو الفيديو ده وصل ل 30 ألف لايك هعمل الجزء التاني. ثانك يو فور واتشنج. هما بيقايضوا اللي هما عايزينه ومحدش كان ناقصه حاجة. ليه بقى يتعبوا نفسهم في اختراع ورق، والورق ده يدي الحاجة قيمة، ولا القيمة هي اللي تدي الحاجة ورق؟ السؤال باص. ما هما كانوا بيقايضوا اللي هما عايزينه ومحدش كان ناقصه حاجة. فليه بقى يتعبوا نفسهم في اختراع ورق يدي الحاجة قيمة، ولا القيمة هي، ولا الحاجة هي اللي بتدي، ولا الحاجة هي